Ez û malbata xwe îro li hev me biryarek da ku em karibin her sî ramanê Mamoste Elî Kolo bixwînin di van rojê ku derbas dibin ku em di malê xwe de ne ji bo mesela vê nexweşiya korona. Ez gazî dikim li her kesekî, her dostekî, her kesekî me guhdar bike ku van ramana her sîya bixwîne ji ber Mamoste Elî Kolo di her sî ramanê xwe de tiştekî dibêje. Tiştekî giring dibêjî gova gumelor ser bisekine ew meselê zehmetiyê ku derbas dibûn tê de her Kurdistanî bêtir bi taybet Kurdistana Sûrî ku çawa zehmetî derbas bû dwarê ekonomî de, dwarê civakî de, meselê dînî de, olayî de ev meselena giştîk Mamoste Elî Kolo xwestî ji me re xwanê bike û ji xortê me re êgo pêşeroja me ne xwanê bike bê çi çêbû di şoreşa Sûrî de û di berî şoreşa Sûrî de çawa zehmetî û zindan û derbaskirina jiyana insanê Kurd li wê derê zehmet. Mamoste Elî Kolo sê raman çêkirine yek ji wan a zindan bi Kurdî û bi Erebî jî esecîn e. Ez dixwazim asecîn bixwînim hinekî bi hevala xwe re hevîna min ca kovan ez dixwazim ez wê bi min re fehad bikin em bi hevdûre perçakî ji ramana Mamoste Elî Kolo esecîn bixwînin bi Erebî û em ê karibin wê bêtir kovan yan sîvan ew ê bi Kurdî wa di destê wan de yê ramana Mamoste Elî Kolo ew ê bi Kurdî bixwînin. Belê hêvîna min ez dixwazim em dest pê bikin. Ez dibêjim ji wan كل قصصي مأساوية ثم أنك لم تدعينني أفرح بلقائك وبسرد قصة جدي لك. أريد أن أعرف عنك كل شيء. ها قد وصلنا إلى الكلية سيدتي. ليست مشكلة، نكمل في وقت آخر. أجمل وقت هو بعد غد. بعد غد هو عيد الأم. كلا، بل عيد النوروز، وقد جعلوا منه عيد الأم بعد استشهاد شاب كردي أمام القصر الجمهوري، لأنه كان ممنوعا علينا الاحتفال بهذا اليوم. بعد استشهاد هذا الشاب جعلوا هذا اليوم عطلة رسمية بحجة عيد الأم. لذلك بعد غد سأحتفل معك بالنوروز في بحيرة زرزر، فقد اتفقت مع بعض الطلاب على الذهاب إليها. طبعا هناك طالبات أيضا معنا، هل ستأتين؟ وهل هيفين معكم؟ بالطبع لا. سآتي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. منذ الصباح والصغار يجوبون القرية وبيدهم بعض أباريق الشاي القديمة، يطلبون من أهل القرية القليل من المازوت كي يشعلوا الإطارات والأخشاب التي جمعوها. فمنذ أيام عدة تحولت قرية تل الجرادة والقرية المحيطة بها إلى خلية نحل، فالجميع بانتظار الغروب. ترى أحدهم أخذ يدفع إطاره أمامه، يتبعه عدة شباب يتوجهون إلى التلة الأثرية التي تقع غرب القرية، وبعضهم الآخر يجتمعون فوق التلة الصغيرة التي تقع جنوب القرية. أما الكبار في العمر فارتأوا إشعال النار أمام البيوت، هم ونساء القرية أمام الكبار. إن ليلة النوروز سحر غريب، هي أجمل من يوم النور، من يوم النوروز نفسه، وقبيل الغروب أي قبل غروب الشمس بشبر كما يقول كبار القرية. بدأ شباب القرية المقابلة لقريتهم بإشعال الإطارات، فأشعلت الإطارات الحماس في شباب القرية، وصغارها لم ينتظروا المغيب، وبدأ كل منهم بإحراق ما جمعه من أيام عدة لتصبح قريتهم شعلة من نار، وأمام كل شعلة هناك رقص وغناء وزغاريد النساء تسمع من داخل القرية. وبعد أن امتلأت أرواحهم فرحا وبهجة عادوا لبيوتهم ليغسلوا أنفسهم من رائحة الإطارات. ففي الغد ينطلقون الاحتفال باليوم الجديد. لم يكن جوان محروما من منظر النار، فمن فوق سطح غرفته كان يرى النار تشتعل فوق جبل قاسيون. يبدو أن بعض الشباب أخذوا عدة إطارات إلى قمة الجبل متحملين عناءها ليبشروا باليوم الجديد.
أما هو فقد جمع أوراق وكتب مدرسية قديمة في إناء حديدي وأحرقها. تخرج جارته على سطح بيتها لتسأله عن سبب إشعال النار، فهي تسأل نفسها وتقول: هل الأكراد يعبدون النار؟ ويبدو جوان بشرح موضوع النوروز وكيف أن اليوم هو ذكرى الخلاص من الطاغية، وأن هذا هو اليوم الجديد، وهو الترجمة العربية لكلمة نوروز. أحبت جارته القصة التاريخية التي سردها جوان، أما هو فقد التفت للنار التي أشعلها والتي لا تضاهي نار حبه، وينتظر قدوم اليوم الجديد بفارغ الصبر، فغدا يجب أن يكون يوم اعترافه بحبه لهيلين. فلم يعد يقدر أن يكتم هذه الكلمة في صدره، ويعلم أنها تبادله الحب، لكنه رغم ذلك يخاف أن لا تقبل هذا الاعتراف، ربما خوفا من اختلاف الدين أو من فارق السن أو من أي شيء آخر. المهم أنه يخاف ردة فعلها. مع ذلك سيعترف وليحدث ما يحدث، هكذا يقول في نفسه: ما دامت تشتاق لي وتمشي معي ولم تكن قبلا تمشي مع شاب آخر أبدا، فهي تحبني. سأقف أمامها وأقول: هيلين أحبك، سأجعل من النوروز يوما جديد آخر لي. وشكرا. سباسيتشو.